كانت غايبة عننا فين الفكرة العبقرية دي من زمان. كلنا عندنا الكاتل بيكون فيه ترسبات جيرية بالشكل ده نتيجة غلي المية فيه. هننضفه النهاردة بقى بطريقة سهلة جدا. هنستخدم كده مع بعض الكركديه، والكركديه اسمه في الدول العربية اسمه الكاجرات. مش عارف اذا كنت بنطق الاسم صح ولا غلط، بس انا سألت عليه قالوا اسمه الكاجرات. تمام. فهبدأ احط كده حوالي معلقة كبيرة من الكركديه واشغل الكاتل بتاعي، واقول لكم البديل ليه لو مش متوفر عندكم كركديه. هنبدأ نغلي كده الكركديه الاول كده في الكاتل، وهنصفي بقى المية دي تماما واوريكم شكله بيكون عامل ازاي. عايز اقول لكم هو مش محتاج دعك ولا اي حاجة، بس انا كده هديله كده غسلة بالسبونشة زي ما انتم شايفين كده، واوريكم شكله بعد ما غسلته عامل ازاي. وعايز اقول لكم الكركديه ده تحفه في التنظيف. يعني لو عندك براد ستانلس اغلي فيه كركديه، عندك حله مثلا مكان سلق بيض بيكون فيها برضو ترسبات جيريه كده لونها ابيض، اغلي برضو كده فيها الكركديه. وعايز اقول لكم هتدعوا لي. الكاتل ده عايز اقول لكم ان انا سايباه ليا فتره عشان اغسله قدامكم واوريكم النتيجه قدام عينيكم. طيب لو انا ما عنديش الكركديه مفيش اي